شايفين القمر بعد ما طلع معانا من البوتاجاز الفرن اهو. اول ما تبدا تطلع كده هنبدا نغطيها بالورق الفويل ده او باي صينيه عندك هتحطيها عليها. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حلقه جميله متميزه من داخل المطبخ، وهي صينيه الرز المعمر. معانا كيلو الا ربع رز متنضف ومغسول ومتصفي، ومعانا الجبنه الكريمي اللي احنا عملناها في الحلقه، ومعانا زبده بلدي، ومعانا ملح، ومعانا عسل نحل فيكي تستبدليه بالسكر، ومعانا قشطه بلدي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الحلقه ازاي. هنا يا حبايبي معانا كيلو من اللبن مغلي على النار اهوت، لازم يكون مغلي كويس. وهنضيف له قطعه من الجبنه الكريمي كده، وهننزل بالملح بتاعنا، وهنضيف قطعه من القشطه بتاعتنا كده، ونسيب بقيتها برضو هنبقى نضيفها بعد كده فوق الرز اول ما يستوي. وهنضيف معلقه حلوه كده من العسل النحل، ده بقى تيست عالي بيدي تسكيره حلوه كده لصينيه الرز. وقطعه من الزبده البلدي كده. كل دوت بيسيح في اللبن او على النار. ويا ريتكم تدعموني يا حبايبي، شير ولايك واشتراك للقناه عشان اوصلكم كل ما هو جديد. وهننزل بالرز بتاعنا اللي احنا غسلناه كده بالطريقه دي. بسم الله. وطبعا على درجه الحراره بتاعه الفرن تكون درجه عاليه. هنولع الشوايه من فوق، وبعد كده اول ما يبدا ياخد وش هنوطي عليه ونخليه يستوي من تحت من الفرن اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين بكده يبقى خلصنا صينيه الرز المعمر بتاعتنا، وهنخش بيها نفتح عليها شوايه اهو يا حبايبي. شايفين الرز بتاعنا هو داخل الفرن اخد شوايه اهو كده، وهنبدا نوطي عليه وندسه بالزبده والقشطه بتاعتنا. حبايبي هنعمل برضو معاكم فاصوليا بيضه، احنا نقعناها في ميه سخنه، واروح اجهز التسبيكه بتاعتها. خرطنا البصله اهيت وهنروح نحمرها، وفي قلب حله على النار، وهننزل بالزيت بتاعنا يسخن، وبعد كده ننزل بالبصلايه عشان تتحمر. وفي عين تانية حطينا طاسه على النار عشان هنقلي البتنجان بتاعنا. حطينا زيت غزير اهو وهيسخن جامد، وبعد كده ننزل نقلي بتنجاننا. وهنا الزيت بتاعنا سخن، هننزل بسم الله الرحمن الرحيم بالبصله كده. معانا حبايبي نص معلقه من الكزبره الناعمه كده على البصلايه، وما يعادل من ربع معلقه صغيره من السكر علشان تعادل الحموضه بتاعه الصلصه. وهنا يا حبايبي هننزل من معلقه من الثوم المدقوق كده اهو، عشان احنا بنحضر الصلصه بتاعه الفاصوليا البيضاء. اول ما تدبل كده البصلايه بتاعتنا نبدا ننزل بالصلصه. هنا يا حبايبي الريحه قمر قمر. فصين الثوم اللي انا حطيتهم مع سنه الكزبره مخليين ريحه البصله بتاعتنا جميله. هننزل بشفشر الطماطم. عصرت ما يعادل من نص كيلو طماطم. هنا يا حبايبي هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي ربع معلقه فلفل اسمر، حاجه بسيطه، مكعب مرقه الدجاج بتاعنا بس، وحبه الملح، غير كده ما تزوديش. هنا يا حبايبي بنقلي البتنجان بتاعنا والصلصه بتاعتنا هنا على النار، وحطينا ميه هنا علشان نغلي الفاصوليا بتاعتنا فيها تتسلق. يبقى احنا كده بنجهز حاجتنا واحنا واقفين كده على كذا عين. نخلص كده ده البتنجان اللي احنا هنكمل فيه قليا، وادينا بنخلص كده اوام اوام. وهنا يا حبايبي صينيه الرز بتاعتنا هي طلعت واتشربت. هنعمل لها فتحات كده من اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا ننزل عليها بالزبده والقشطه بتاعتنا اللي احنا شلناها وقلنا هنحطها لما تتشرب اهو زي ما انتم شايفين. نزلنا اهوت بكميه الزبده بتاعتنا، هي هتسيح طبعا في الفرن، والقشطه كمان اهو. وندخلها بقى على الفرن تاني تكمل سوا. وهنا يا حبايبي الميه غليت بتاعه الفاصوليا عشان نسلقها. صفينا طبعا الميه، وهننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم على الميه، ننزل بالفاصوليا بتاعتنا عشان تتسلق. هنا يا حبايبي خلصنا ليه البتنجان، وجهزنا معاكم الدقه العسل دي. هنيجي هنا في بوله كده صغيره هندلق نص الدقه في الارض، وهنبدا كده ننزل بالبتنجان
وهنا يا حبايب قلب الفاصوليا بتاعتنا هي قربت تتسلق زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها، وشايفين الميه دي حلوه قوي. لو انت مثلا ما عندكش شوربه للفاصوليا ممكن تاخدي ميه من دي تستخدميها على الصلصه زي ما انا هعمل كده دلوقتي. اهو الصلصه بتاعتنا اهو، وعايزه ازود بقى بتاعت بدل الشوربه احط لها من السليق بتاع الفاصوليا. طبعا دي ميه حلوه مش وحشه، لو ميه نقيع طبعا مش هنستخدمها، لكن دي ميه السليق حلوه كويسه اهو بالمنظر ده. زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده اهو. خدنا الميه بتاعتنا واستخدمناها بديل للشوربه. اول ما الفاصوليا بتاعتنا تنضج وتتسلق للاخر هننزل عليها بالصلصه القمر الحلوه دي. وبكده يا حبايب قلبي لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا في نهايه الفيديو كده يعتبر قربنا ننهي الفيديو واليوم الروتيني بتاعنا الجميل ده اهو. يا ريت ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك. اهو يا حبايب قلبي حطينا الفاصوليا البيضه بتاعتنا اهي في الصلصه زي ما انتم شايفين لونها جميل. هي ممكن تكون ظاهره لكم خفيفه، ده عشان انا ما بحبش الحاجه فيها صلصه كتير او مسبكه كتير. وبألف هنا وشفا كده يا حبايبي. وبكده يا حبايبي يبقى الحلقه بتاعتنا خلصت. انا قدمت الاكل معاكم كده بالصواني زي ما هو. وده بسم الله الرحمن الرحيم دي فراخ عملناها من ورا الكاميرا، وده البتنجان المخلل، ودي طبعا صينيه الرز المعمر اللي انا غطيتها بالفويل. ويا ريت ما تنسونيش في الشير واللايك، واتمنى يكون الروتين اليومي بتاعي النهارده عجبكم، يكون عند حسن ظنكم، وتكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعتنا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.